مين ما يعرفش ملكة الجريمة والغموض أجاسا كريستي؟ أجاسا كريستي تعرضت لقصة أغرب من الخيال وشغلت الرأي العام البريطاني لفترة من الزمن. فهي اختفت لمدة 11 يوم، محدش كان عارف عنها حاجة، وشكوا في جوزها إنه يكون عمل فيها حاجة بسبب مشاكل بينهم. هنتعرف النهاردة على قصة اختفاء أجاسا كريستي، وعملت إيه لما شافت جوزها بعد اختفائها، وهل فعلا كانت فاقدة الذاكرة ولا كانت قصة من تأليفها وعرفت تمثلها صح. ولكن وفاة والدتها في نفس السنة خلاها دخلت في اكتئاب. والصدمة العاطفية التانية وهي إنها اكتشفت خيانة جوزها ليها مع واحدة أصغر منه ب10 سنين اسمها نانسي نيل، وده زود معاناتها. خرجت أجاسا كريستي من بيتها في بيركشاير بعربيتها ولكنها ما رجعتش، ولما بدأ البحث عنها تاني يوم لقوا عربيتها الساعة 11 الصبح بين الأشجار، ومش موجود فيها لا السواق ولا أجاسا. واختفت أجاسا اللي عمرها 36 سنة من غير ما يكون ليها أي أثر، وبقت حديث الصحافة في بريطانيا.